هنا في الاستديو كابتن يوسف خميس والأستاذ صالح الحمادي. كابتن يوسف، المدرب البرازيلي باتريسيو مدرب فريق هجر، ما يميزه بأن هذا المدرب واقعي، يعني دائما يركز على المباريات اللي يكون مع الفرق اللي مقاربة له في المستوى. عندما يقابل هذه الفرق تجده يبذل مجهود فيها، يقابل فرق كبيرة تابعنا، قابل فريق الشباب، قابل فريق الهلال، قابل فريق، تجده حتى أحيانا يريح لاعبين كبار لديه، لأنه يعلم بأنه مثل هذه المباريات نبذل فيها مجهود لا يستطيع أن يحصل نقاط مثلا، ويركز على المباريات اللي في الفرق اللي قريبة من مستواه. كيف تعلق على هذا النهج كابتن؟ شوف، هذا التصرف طبعا احيانا يكون مخالف للواقع لسبب معين، لان كل ما لعبوا اكثر كل ما يكون التجانس اكثر. نعم. ولكن دعنا نقول، انت تتكلم عن النصر اليوم، مو بنصر حتى الموسم الماضي او الموسم اللي قبله. يعني نتكلم بالواقع، نتكلم عن النصر اليوم. النصر اليوم كم يفرق عنه في الترتيب عنه